مرحبا، كيف حالكم؟ اليوم حبيت أعمل معاكم مكرونة بالكريمة والروبيان. مكرونة مرة طعمها لذيذ ويمي، ويلا نشوف الطريقة سوا. في البداية حسلق المكرونة. أضفت هنا موية مغلية، وبعد كده أضفت المكرونة. أنا استخدمت كمية بسيطة، استخدمت 200 جرام. وبعد كده حطيت عليها ملعقة من الملح الخشن، وقلبتها وخليتها ألين تستوي. عشان الروبيان يدينا كده طعم مرة حلو، أنا أحب أتبله من قبل، فحطيت هنا ملح وفلفل أسود وبهارات الكيجن، وآخر شي عصرت عليه حبة ليمون. الخضار اللي استخدمتها في هذه الوصفة توم وبصل أخضر وطماطم كرزية، وآخر شي للتزيين شبت. في طاوة على النار هنا حطيت زيت زيتون وأضفت عليه زبدة. بعد كده أضفت عليه الروبيان وقلبته تقليب بسيط. بعد ما تحمس معايا الروبيان طلعته لأنه بسرعة يستوي. وعلى نفس الطاوة أضفت الثوم المهروس والبصل الأخضر. أضفت الطماطم الكرزية حتديني طعم مرة حلو. وبعد كده أضفت اللي هو أوراق الريحان، وأضفت البهارات الإيطالية عشان يديني طعم إيطالي مرة رهيب. بعد كده أضفت الملح والفلفل الأسود، وأضفت كوب موية من سلق المكرونة. بعد كده نزلت عليها الروبيان والمكرونة المسلوقة، وأضفت نصف كوب من كريمة الطبخ، وحطيت عليها برضو رشة من الشبت، طبعا هيديني طعم مرة رهيب. وقلبتهم سوا. طبعا المكرونات الإيطالية معروفة بالجبن البارميزان، فآخر شي بشرت عليها جبن بارميزان، خليتها على النار شوية. طبعا بالنسبة لي أي وصفة للمكرونة معناتها مرة لذيذة، لأني مرة أحب المكرونة، فما بالكم إذا اجتمعت المكرونة مع الجمبري. والوصفة أصلا مرة سهلة، تنفع غدا، تنفع عشاء، تنفع لجوع آخر الليل. قدمتها مع أسياخ الجمبري بالليمون والزبدة، عملتها معاكم في فيديو سابق. أتمنى تعجبكم الوصفة وأتمنى أنكم تجربوها. لا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك وشير لقناتي. أشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.